ربنا مش هيخلّيك تنجح أبدًا في خطة استسلامك. أكبر دليل على كده قصة سيدنا يونس لمّا قرر إن هو يستسلم، وشُفنا كلنا حصل إيه لمّا الحوت بلعه. أعتقد لو نجحت خطته كان حَس إن هو عمل الصح، بس ربنا علّمه درس. إحنا أوقات كتير جدًا في حياتنا بنحاول نرجع لنفس الأماكن المؤذية مرّة تانية، بنحاول نقفل على نفسنا ونبعد عن الناس، بنحاول نتمرّد، نتنطّط، نرفض، نغضب، بس للأسف كل ده بيفشل. اسأل عن ده ناس كتير جدًا، كل أمّا تحاول تصلّح حاجة تلاقيها باظت، كل أمّا تحاول تصلّح فيها هتلاقيها باظت، كل أمّا تحاول ترجّع وضع زي ما كان يلاقوا الدنيا باظت أكتر. فأوقات ده بيكون نوع من أنواع الاستسلام. محاولاتك مش يائسة ولا بائسة، إنما ربنا مش عايزك تنجح في خطة استسلامك، ربنا كاتب لك حاجة أحسن وأحلى. وأوقات في مرحلة انتقالية كده من الانتقال من مكان لمكان، المرحلة دي بتكون مليانة بالألم، بس هو ألم للتهذيب ولتأديب النفس ولإعادة النظر في الحياة مرة تانية أو بشكل تاني، عشان تفهم هو أنت ليه ربنا ما أردش إن أنت تنجح في خطة استسلام.